انتوا فقدتوا الامل في عوده الدوري؟ لا، ما فقدناش الامل، لان برضو احنا بنقرا كل حاجه وبنشوف كل حاجه، فاعتقد ان الاتجاه العام ان الدوري يرجع، وده اللي احنا حاسينه. وبرضو بنحاول ان احنا ايه، لعبتنا لما بيقلقوا شويه بنحاول ان احنا تعليقك ايه على الاحداث اللي بتحصل على الساحه الرياضيه في مصر حاليا يا كابتن؟ والله انا مش يعني لو كلمت طبعا مش حابب الكلام ده خالص، لان احنا عايزين نقبل لبعض، وعايزين نحترم بعض، وعايزين نحس بعض. احنا دولة كبيرة ودولة يعني محورية. اكيد انا مش حابب ان هي تبقى الموضوع يمشي، لا لازم يبقى فيه زي ما بتكلم احترام كده، ونسمع بعض، وكل واحد هياخد حقه ان شاء الله بالقانون وبالعدل وبالاساس، بالاحترام. لكن ما اعتقدش ان هي هتبقى كده، يعني هتبقى كل مجموعة مش عايزة حاجة معينة هتقف عليها وتحاول ان هي تعطلها وبتاع كده. لا، مصر ما ينفعش تبقى كده. بنجهز اللعيبه للمباريات، بنيجي مثلا بنبقى عارفين الدوري هيبدا مثلا 17/9، يجي لنا مثلا جواب من اتحاد الكوره ان الدوري هيبقى 17/10. بتبقى عامل برنامج ونظام معين للعيبه، سواء نظام غذائي، نظام تدريبي، نظام في الراحات، نظام في التدريبات. بيحصل بعد كده انك الدوري بيتاجل، فما بتعرفش بقى ايه الظروف، بس اتمنى يعني دي تبقى اخر تاجيله ان شاء الله يعني. انت شايف ايه في ظل الاحداث اللي موجوده دي كلها؟ الناس كل ما نتكلم ونقول الدوري يرجع يقولوا انتوا الاعلام الرياضي عايزين سبوبه ومفيش. في ناس مش لاقيه يا كابتن، في ناس بيوتها مقفوله من عدم عوده الدوري العام. والله بص اقول لك على حاجه يا هشام، في بيوت ناس، في ناس بيوتها مقفوله، مش عمال بس، ومدربين ولاعيبه. يعني مش العمال بس، او مثلا الناس اللي هي تحت الطبقه، لا، في ناس مدربين بيوتها مقفوله، وفي ناس لعيبه بيوتها مقفوله. الظروف بقت صعبه جدا على كل الناس، مش العمال بس. الميديا واللعيبه والعمال وكل حاجه. بس انا عايز في موقف يتاخدوه شويه كده مع جمهور الارتس النادي الاهلي، برضو لازم هم يهدوا شويه، لازم جمهور الارتس يهدى شويه. لو بيحبوا ناديهم النادي الاهلي لازم يبقى فيه رحمه شويه، لازم يبقى فيه حنان شويه وعطف شويه مع لاعيبه النادي الاهلي وجهازهم ومجلس ادارتهم، انهم عليهم ضغوط جامده برضو. احنا كلنا متعاطفين مع الشهداء، وكلنا طبعا حسينا ان حد من عيالنا او حد من اخواتنا هو اللي توفى. بس الحياه بتستمر يا هشام، لازم تستمر الحياه من غير عصبيه، من غير مشاكل، من غير قلق. لان الدوري لو الدوري ما تلعبش في ميعاده اللي هو يوم 17/10 قال لك هيتاجل تاني، يبقى مفيش دوري السنه دي في مصر. هتبقى صعبه بقى، خلاص بقى اللي عايز يسافر يسافر. انا نفسي انا بشوف اي حاجه بره، يعني انا نفسي بدور على اي حاجه بره مصر. لو ربنا ما وفقنيش في موضوع المنتخب الشباب هسافر في اي حته بره مصر. مش هينفع اقعد كده، هقعد طب هصرف منين يا هشام؟ هنصرف مين كلنا؟ يعني انا بتكلم عن نفسي، انا هصرف منين؟ انا ماليش دخل غير كره القدم، ما بشتغلش حاجه تانية غير كره القدم. مباراه المنصوره النهارده مباراه بتعتبر من المباريات القويه، يعني انتوا كنتوا كسبتوا بتروجيت ثم هزيمه مفاجاه من المقاولين، والنهارده مع المنصوره ممتاز به. لا طبعا مباراه المقاولين دي يعني ليها ظروف تانية، يعني ظروف خاصه تانية خالص يعني. طبعا فريق المنصوره دوري ممتاز بيه، وفرقه طبعا كويسه احنا بنحترمها، احنا ما بنحطش يعني احنا بنلاعب مين، احنا اهم حاجه احنا عايزين ننفذ اللي الكابتن صبري والكابتن اشرف والكابتن حماد الجهاز الفني بيقول لنا عليه، عشان ان شاء الله اما المسابقه تبتدي ان شاء الله نقدر بقى ننفذ الكلام كله ان شاء الله. كفايه، انا بقول كفايه كده، كلنا مش انا لوحدي، كلنا بنقول كفايه كده. يعني عايزين بقى نفوق، عايزين نشوف مصلحتنا في كل حاجه، مش في الكوره بس والله، يعني في كل حاجه. فاتمنى يعني ان يبقى في قرارات حاسمه الفتره الجايه، اتمنى ان الكره ترجع وكل حاجه ترجع بالصوره اللي احنا كنا متعودين عليها يعني. بس منفذ مهم جدا، وبعدين يا جماعه الكره مهمه، مش بتكلمش انا بتكلمش عن انا فيها، لا الكره مهمه، الكره مهمه جدا، النشاط الرياضي مهم جدا في مصر.